يقول: هل صحيح أن في موسم الرياض مراقص ونساء يخرجن كاشفات أفخاذهن؟ رجل أراني مقطع أمس. كيف تنظر إلى هذه المقاطع التي فيها أفخاذ النساء؟ انكر على هذا الذي أراك أفخاذ النساء، وانكر على نفسك أنك تنظر إلى أفخاذ النساء. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وموسم الرياض هو من المواسم التي تقع في العالم، والمنكر منكر أينما كان، لكن هناك حملة قوية على الحكومة السعودية، وتحجيم وتعظيم وفبركة وإعلام مثل هذا الذي يشاع أنهم عملوا مجسم كعبة والنساء العاريات تطوف حول الكعبة. هذا فتشب، وهذا من فعل المبطلين. فالإنسان يكون ملازم للعدل، ملازم للإنصاف. فالباطل باطل تحت أي سماء وفوق أي أرض، لكن الباطل ينكر بما لا باطل فيه، ولا يضخم ولا يحجم، ويعاد إلى أهل العلم، يعاد إلى أهل العلم. الآن الذين هم يتصدرون للإنكار والغيرة هم أسوأ حالا من ربما هؤلاء الذين يحضرون وينظرون. بعضهم في بريطانيا بين المومسات، وتأتيه الغيرة على الرياض. احنا ما ندافع عن مخالفة الشرع، لكن لتعلم أن وراء الأكمة ما وراءها. يا أخي انهى عن الغناء، حذر من الغناء، حذر من الاختلاط، حذر من تبرج النساء، حذر من الموسيقى، حذر من الباطل. ما أحد ينكر عليك، لكن تضخيم الصورة في مكان، وفي المقابل أشياء كثيرة في غير ذلك المكان لا ينكر المنكر فيها. لماذا هذا الانتقائية؟ ينكر المنكر في كل مكان، لكن لا. كواحد يعطي لك ميكروسكوب من أجل شيء، يقول لك انظروا إلى هذه الجراثيم وهذه الميكروبات، وهناك ميكروبات قدها بالعين المجردة. وقد كنت كتبت مقالا ليلة البارحة قلت فيه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأرى أن كثيرا من المنشورات في إنكار ما يقع في موسم الرياض ليس المقصود منه إنكار المنكر بقدر ما يراد به الطعن في بلد الحرمين الشريفين حفظها الله وسائر بلاد المسلمين. وإن وجدت بعض المنكرات التي لا تسلم منها بلاد لكنها تحجم وبعضها فتشب يراد بها تثوير البلد وإلحاقه ببقية بلدان المسلمين التي قد لحقها ما لحقها بثورات زعم أصحابها إنكار المنكر وزحزحة الظلم، فمكن الرفض والشر والفساد العريض. ما قاموا على علي عبد الله صالح إلا من أجل الظلم، وجاءونا بالرافضة. يكفي أن ننظر في شأننا الذي نحن فيه. والله يا بعض ظلم ما كان يراه الناس، ولا قد علم به الناس في اليمن، وما زال ظالم 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 ظالم، لما صدق الناس أنه ظالم وخرجوا ظاهروا رحلوه، وجاءونا بالرافضة بدله، رحلوهم مع المرحلين. فهكذا الآن هذه الحملة التي تقام على البلاد الحرمين إيش المراد منها؟ التثوير. إذا سقط نظام بن سعود منه سيتولى المملكة العربية السعودية؟ يتولاها الرافضة. سيكون الحزبيون من الأخوان والسرورية قد فتحوا الطريق للرافضة تدخل. إذا سقطت حكومة المملكة العربية السعودية، الحكومة السلفية في العالم باعتراف نفسها أنهم لا يسلمون المملكة العربية السعودية من شرقها إلى غربها للرافضة والمكارمة والعلمانية، والأخوان يرحلوا يدوروا لهم بلاد يهربوا فيها. فلا تكن مغفلا يا أخي، لا تكن مغفلا سبهللا. قال: وأنا حديث عهد بتلك البلاد، حيث دخلت عمره ومررت على الرياض وأبها وخميس مشيط ومكة وجدة والطائف وبيشة ورجال ألمع، ورأينا خيرا في الناس وظهورا للعقيدة والتوحيد والصلاة والحجاب، فيكتم الخير ويشاع الشر، وهذا خلاف مقاصد الشريعة. ومع ذلك الباطل ينكر بما لا منكر فيه، وبما لا ينصر به المنكر وأهل المنكر، ولن يكون ذلك إلا بملازمة الشرع والعودة إلى أهل العلم. والعجب أن بعضهم يعود إلى أهل العلم في أحكام الفساء والضراب، ولا يرجع إليهم في مثل هذه المعضلات. سألوا شيخنا الفوزان، سألوا شيخنا الحجوري وغيرهم من أهل العلم حفظهم الله، عودوا إلى فتاوى أهل العلم المعتبرين. وهذه المعاصي التي يعظم شأنها في السعودية هي موجودة في غيرها بأكثر وأشهر، ولا تجد هذا التحجيم ولا الغير المزعومة. فانكروا المنكر واحذروا المخالفات. فمن يمنعك من إنكار الغناء والاختلاط
والشر والفساد، لكن لا تكن في صف الأخوان والسرور والرافض والعلماني ومن يعيش في بلاد الكفر والشر وينكر المعصية التي هو في أشد منها. فأسأل الله أن يصلح حكام المسلمين ويصلح بلدانهم ويعز دينه ويعلي كلمته ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله من وراء القصد. أبو محمد الزعكري 15 جمادى الأولى. وهنا من رسالتي التي لم تنشر بعد: لماذا تجد التركيز الإعلامي والسياسي على المملكة العربية السعودية؟ هذه الرسالة كتبتها وأنا في المملكة العربية السعودية في سنة 37، لكن لم تنشر ككتاب. قلت في خاتمتها قبل أيام، أردت أن أنشرها في كتاب، فقلت في خاتمها: وأختم كلمتي هذه بأنه يتصدر البلاد الإسلامية قطبان: الأول المملكة العربية السعودية وتمثل القطب السني ومن إليه، الثاني إيران وتمثل القطب الرافضي ومن إليهم من العلمانيين والحزبيين. فما بقي إلا أن المرء يختار لنفسه محبة بلاد الحرمين الشريفين وما فيها من الخير، وما خالف الكتاب والسنة يتعامل معه بمعاملة السلف الصالح رضوان الله عليهم، مع البعد عن التفجير والتكفير والتثوير. أو محبة إيران الرافضية وما إليها من الأحزاب الرافضية كالحوثيين وحزب الله الرافضي، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكان كتابة هذه المنشور القصير في ليلة 1 من ربيع الثاني لعام 46 من 400 ألف. فانظروا أين الأمر. ما خرجوا على عثمان بن عفان إلا بقصد إزالة الظلم. وهكذا نحن لا نقر الباطل باطل أين كان، لكن هذه الثورة ليس المراد منها